طبعا واحنا فوق هناك اسماء شافت علم تونس. اوكي حياته على بايسكل. جينا والتقينا ويا الولد هذا. I saw my country flag, so I was so excited. يا صباح الخير والمحبة والحب عليكم حبايبنا. طبعا اليوم يوم جميل، اليوم كلش حلو. اليوم رايحين الى قرية هايدي. الناس اللي كلها تحبها، وخاصة جيل الثمانينات اللي استمتعوا بها، فاليوم رايحين لها. طبعا السومة هالقد ما متحمسة، شوفوها قبل صعدت. طبعا متحمسة. عسلامة. شوف متحمسة طبعا اليوم ما دام سمعت بها قرية هايدي صعدت أول واحدة بالسيارة. متحمسة. صباح الخير. صباح النور. صباح. نموت على هي شغلات. وين ماشي؟ دار هايدي. دار هايدي؟ دار أختش هايدي؟ يلا. المشكلة اللي هي بكتنا ياسر في الطفولة، هي وسالي عذبونا. يلا ليتس جو. واخيرا وصلنا الى بيت هايدي، اللي قرية هايدي تقع شرق سويسرا، طريق بين نمسا وسويسرا. فالاجواء كلش حلوه هنا والسومه مستمتعه. طبعا هذه القرية الأصلية، لهذا السبب كاتبين ذا اوريجينال. موجودة واحدة ثانية في النمسا، واحدة في تركيا، بس هاي الأصلية. الكاتبة هي يعني هم يقولون حسب الرواية إنه الكاتبة هذا منزلها، فإهداء لها وروحها حولوها إلى قرية. فهسه احنا طبعا باركنا سيارة هناك، اوكي، وهذا التمثال مال هايدي، فراح ندخل من هناك وراح نوصل لحد بيت هايدي والكوخ، فخليكم ويانا. فبداية فعل الجرس ودعمونا بالسبسكرايب حتى نستمر ان شاء الله نقدم لكم فيديوهات حلوه. اهلا هايدي. هاي هاي. هاي المعزه. الصخله بالعراق. طبعا اسماء ذبحتني بالافلام الكرتون، يعني ما خاصه جيل الثمانينات راح يتذكروها. هاي هايدي، شلونك؟ شلون صح؟ شلون الصحة؟ وحاليا حبايبنا طبعا هذا الطريق المؤدي الى القرية اللي هي صار لي فوق. اوكي. انتوا تباركون، لا تباركون على اسم هايدي روف في الجي بي اس، باركوا على الهوتيل لانه اقرب 6 دقائق. اذا تباركون على هايدي روف بالجي بي اس راح تمشون اكثر من كيلومتر. يعني جوا لا تباركون وايد. جوا شوفوا السمت هذول الناس هذول غالطين، باركين جوا يعني، فبس صعود راح يصير كلش صعبه. بالضبط هذا صحيت يا سم. وهذه القطعه مال القريه طبعا ما شاء الله مكتوب في جميع اللغات. واللي يفرح العربي موجود. اهلا وسهلا بالعربي. يا اهلا وسهلا بكم منا قرية هايدي. ماشي. شوف هايدي هاوس. طبعا هاي الخريطة مال القرية اللي بيها ارقام البيوت. راح نروح ونشوفهم فخليكم معنا، لا تنسون سبسكرايب. فيس راح اروح من هناك نشتري التكتات. هياتا هايدي، واحنا ندور عليها صار لها ساعة واقفة بالشباك. هايدي شلونك؟ امتعكم بالتصوير وانا امتعكم بالمعلومات. الله جيبوا معكم شنطه خاصه عندكم صغار، خلوا فيها سناكس ومي وشغلات حتى تستمتعون بالمنظر وتاكلون. شوفوا هذول الناس. وهذا مكان التكتات. طبعا الاطلاله منا على المنظر الخرافي شيء ولا اروع ما شاء الله. وهذا الماعز الجبلي. شوف محلاه ما شاء الله. حلاوة اني ما يغفل الا على الصخور. ايه طبعا شوف المي ما شاء الله شلون صافي زلال. وللعلم طبعا هذا المي ينشرب يعني.
فحبايب بعد ما اخذنا التكتات من جوا، اوكي، فهسه راح ندخل البيت رقم 1 اللي هو هذا هايدي's هاوس. خلوا منا تكتات. جو. جدها هذا اللي تزلجنا بيها على الثلج. هو جدها كان ياخذها. ايه واو ايش تم ريحه. يخبون المونة، بيت المونة احنا نسميهم. طبعا شوف حتى والله عبالك حقيقيه تعرفون؟ تفاح. ايه حقيقي والله. هذا هنا جدة كان يسوي النبيذ. واو. حتى والله الرائحة تدخلوا تحسوا رائحة حقيقية. طبعا هذا بالصيف يصير كلش بارد. شوفوا معلق. هاي الثوم هاي اللحمة. بس مو حقيقي هذا، لا مو حقيقي. لا ما حقيقي لا. لا. هاي نطلع لفوق. في الصور متحركة في جدة كان يلبس هذا. كي تكون ثلج. حتى ما من ثلج حتى يمشي حتى ما يوقع. هاي همين جدها كان يمشي بيها. مال الثلج. وحاليا راح نصعد الى غرفة هايدي. غرفة هايدي، هايدي's روم. هذه هي غرفة هايدي. انا قبل شوي طلعت منها. هاي الشفقة مالتها، وهذه حذائها، وهذه ملابس هايدي. طبعا هاي كل مقتنياتها. ما طبعا محلاها شي الالعاب. فاحنا هسه حاليا نوعا ما خلصنا الطابق الاول او بالاحرى البيت الاول. وهاي الادوات طبعا مال جدها اللي كان يقطع بها الخشب. طيب احنا حاليا قلنا لكم اجينا الى هذا البيت الصيفي. سوينا دولمة ايوه. واو. تعيش التجربة على أصولها. ريحة القش هنا بالحق ما تحسش إنها فيك ولا ارتفيسيال، كل شيء حقيقي. هذا اللي يختلف على شغلات مثل هيك بأمريكا. يعني بالحق طبعا شلون في ريحة القش وكل شيء حقيقي. صحيح يخلوك تعيشين اللحظة وكأنما عايشة وياهم بالضبط، يعني الريحة والأدوات. جدهم. السلام عليكم. تعال خلوه بعد الفوق. هيا جدو.
طبعا واحنا فوق هناك اسماء شافت علم تونس. اوكي هياته على بايسكل. جينا والتقينا ويا الولد هذا. I saw my country flag, so I was so excited. So I came here and asked him about Tunisia, and he did a trip to Tunisia actually. And he's from Germany, correct? Yes, that's right. Yeah, from Germany. Nice to meet you. And so he did all. If you wanna, can you tell us about your trip? Yes, I started in Germany and I have 1 year time. Now I'm half a year out. Oh, okay. This is country number 14. 14. I've been traveling the Balkan countries, Turkey, crossing Italy and visiting Tunisia for 1 month. And now I'm on my way back. Oh nice. طبعا هاي الدراجة مالته ما شاء الله رايح بيها 14 دولة. 14 دولة. واو. اسماء اصرت لازم تدخل ويا المعزة تلعب وياها. شوف ما شاء الله علاوي، هاي المعلومة تعلمها على المستقبل. راح تولد هسه على ايدي. طبعا هاي حامل المعزة. طبعا هاي كبيرة بالعمر، تعرفون كبيرة بالعمر. بس هذا نوع مختلف. هذا جبلي. ايه هذا نادر طبعا كل صغار هذا. اسماء ذا شفتها بالافلام يوقف على حافة الجبل. هو هذا. ايه. وهذه القصص مال هايدي طبعا في جميع لغات العالم، حتى بها مثلا بالعربي موجودة. هذه الافلام وهذه القصص. هذه فساتين هاي. وبالنسبة للأسعار، أسعار مثل الفستان 79 فرنك سويسري. وهذه ألعاب. والتكتات تقدرون تجوا منها تاخذون التكتات اللي هي مثل ما احنا اخذناها وصعدنا بها بالبيوت. سعر التيكت للأدولت هاي just السعر upstairs. السعر شلون؟ تيكت للأدولت 13 سنت اوكي بالفرنك سويسري، يعني تقريبا $15 تقريبا. والطفل تقريبا $6. إذا جروب أكثر من 10 أشخاص $11. بصراحة أسعار معقولة جدا جدا وتستحق. أنا صراحة مو غالية. راضية جدا عن الإكسبيرينس اللي عشتها. طبعا تو أسماء في أحلى أوقاتها اللي عاشتها قبل. فاسترجعنا لها ذكريات. أنا هي اللي بتذكر هيدي النسخة الإديشن الفيرسيون اللي شفتها، الفيرسيون هي. واو. هي تقريبا هي. أسماء تحبين تقولين كلمة إلى صاحبتك هايدي؟ نقولها انت استمتعنا برشا اليوم والله، رجعت لنا ذكريات الطفولة. والله لو يشوفون أسماء الابتسامة على كبر حلقها. اوكي حبايب، حاليا احنا طلعنا من قرية هايدي رايحين الى ليخنشتاين اللي هي امارة صايرة بين سويسرا والنمسا، فحاليا راح ننطلق لها. فهذه اخر نظراتنا الى قرية هايدي. باي.